حمزة البسيوني ضابع السجن الحربي. كلنا عارفين ان السجن ده حاجة صعبة، والاصعب منه ان انت تكون مسجون وانت مظلوم، والاصعب من ده كله ان انت تكون مظلوم ويتم تعذيبك ويخليكوا تشوف من العذاب الوان. كل ده حصل مع حمزة البسيوني مدير السجن الحربي في عهد عبد الناصر. مش هطول عليكم يا سيدي وخلينا نروح على طول لقصة حمزة البسيوني طاغية السجن الحربي وازاي كانت نهايته. في سنة 1922 اتولد أقذر وأسوأ شخص ممكن تسمع عنه في حياتك، اللي هو حمزة البسيوني. وبعد ما كبر دخل الكلية الحربية، وفي سنة 1952 كان من ضمن الضباط الأحرار، لكن ما كانش من القادة، كان من الضباط اللي انضموا للحركة. ومسك محمد نجيب الحكم، ومن بعده انقلب عليه جمال عبد الناصر، أو مسك من بعده جمال عبد الناصر. المهم يا سيدي، حصلت حادثة المنشية واللي كان فيها محاولة اغتيال لجمال عبد الناصر. تم إنشاء بعدها السجن الحربي، وتم اختيار حمزة البسيوني كمدير للسجن الحربي بأمر من جمال عبد الناصر. وبعد الحادثة دي يا سيدي حصلت كمية اعتقالات كبيرة ورموا الناس في السجن الحربي، وكان القانون اللي ماشي في السجن الحربي هو قانون حمزة البسيوني، واللي قال لهم أنا القانون وأنا الدولة وأنا اللي بحب بموت أي حد، أنا بملك هنا كل السلطات وممكن أموت 100 فيكم ولا حد هيحاسبني ولا حد هيكلمني. والمعتقلين المساكين دول يا سيدي شافوا من العذاب ألوان، وحمزة البسيوني لا يعرف رحمة ولا عمره سمع عنها. والمعتقلين دول ما كانوش من فئة واحدة ولا من فصيل واحد، دول كانوا اشتراكيين على شيوعيين على إخوان مسلمين على مستقلين. وبيحكي مصطفى أمين في كتابه سنة أولى سجن، وإن هو كان في سجن المخابرات وكانت العساكر نازلة فيه ضرب وتلطيش وتعذيب، فدخل عليهم حمزة البسيوني وقال لهم أنتوا كده بتلعبوا معاه، هاتوه على السجن الحربي وهو هيعرف أو هيشوف التعذيب الصح بدل الدلع اللي انتوا بتعملوه معاه. ما هو يا سيدي الناس في السجن الحربي ومع حمزة البسيوني كان بينتحروا من كتر التعذيب، كل كام يوم فيه واحد أو اتنين بيرموا نفسهم من أي دور عالي في السجن. طبعا في قانون حمزة البسيوني في السجلات حمزة البسيوني مفيش حاجة اسمها انتحار، كان في مات بسكتة قلبية أو مات بسبب الشيخوخة، مع إن في ناس صغيرة كانت بتنتحر في السجن الحربي. وبعد كل الجبروت اللي أنت سمعته ده، حمزة البسيوني في يوم راح لمكتب جمال عبد الناصر وفضل يبكي ويبوس على إيد جمال عبد الناصر، ولدرجة إنه هو نزل وطة بس على جزمة جمال عبد الناصر. كل ده بسبب إن جمال عبد الناصر رجاه لرتبة لواء ونقله من السجن الحربي. عبد الناصر نفسه استغرب وسأله أنت بتعمل كده ليه؟ حمزة البسيوني قال له أنا سمعت إن أنت حكمت عليا بالإعدام. فعبد الناصر قال له أنا رجيتك ونقلتك لمنصب جديد يليق بالرتبة الجديدة. ففضل يا سيدي يبكي ويشحتف شوية لعبد الناصر، وطلب من عبد الناصر إن هو يسيبه في السجن الحربي، وقال له أنا لو طلعت بره أعداء الثورة هخلصوا عليا. طبعا بعد الشحتفة دي كلها عبد الناصر راح سابه في السجن الحربي. ورجع يا سيدي حمزة البسيوني للسجن الحربي ونزل ضرب وتعذيب وجلد في المعتقلين. حمزة البسيوني كان بيربي كلاب، وكانت الكلاب دي مدربهم على انهم ما ينهاشوا في لحم المعتقلين. وكان في كلب اسمه ميمي وكلب اسمها ليلى، او كلب، هو خلاص كده كرهنا في الاسماء دي. المهم يا سيدي، وفي يوم يا سيدي دخل عسكري ومعاه عيل صغير السجن، وكان معاهم الكلاب دول. العسكري فضل يخش كل زنزانه ويضرب المساجين او المسجون اللي فيه بالكرباج، والعيل الصغير يشاور الكلاب يفضلوا ينهشوا في لحمه، وبعد كده يطلعوا من الزنزانه ويخشوا زنزانه تانية ويعملوا نفس القصه. المساجين نفسهم استغربوا وقالوا مين العيل الصغير اللي بيؤمر بتعذيب المساجين وازاي دخل اصلا السجن الحربي. بعدها عرفوا ان ده البيه الصغير ابن اخت حمزة البسيوني، ما هي عزبة ابوهم كانت. وحمزة البسيوني نفسه دخل على واحد وهما بيعذبوه. الراجل ده كان مهندس، طلب منه حمزة البسيوني ان هو يصمم له قصر عشان يبنيه في السجن الحربي بدل البيت اللي هو عايش فيه، وشرط عليه لو هو طلع حلو هيرحمه من التعذيب، اما لو طلع وحش هو عارف هيحصل له ايه. لكن الحمد لله طلع حلو وعجب حمزة البسيوني، وبدأ يا سيدي المهندس والمساجين دول يشتغلوا في القصر ليل مع نهار، وكانت فرصة بالنسبة لهم الشغل ده عشان يترحموا من التعذيب. وبعدها يا سيدي جت نكسة 67 وصدر قرار من جمال عبد الناصر بتصفية كل رجالة عبد الحكيم عامر، واللي كان من ضمنهم حمزة البسيوني. طبعا المساجين لما عرفوا القصة دي دخلوا على القصر اللي هم اصلا كانوا بيبنوه واللي تعبوا فيه وفضلوا هدم فيه وخلوكم تراب. طبعا حمزة البسيوني ما كانش فيه، والا المساجين كانوا فرموه. وحمزة البسيوني اتحال على المعاش وبدأ التحقيق معاه في البلاوي اللي هو عملها في السجن الحربي، لكن هو اعترف بكل حاجة وقال ان انا عذبت فلان لكن بأمر من فلان، وقتلت فلان وبأمر من فلان. طبعا الجماعة الكبار اللي كانوا في البلد واللي كانوا هم اصلا شلة مع بعضيهم شافوا انهم هتلطوا كده مع حمزة البسيوني، فقفلوا على الدنيا وفضل في السجن 2 وبعدها خرج حمزة البسيوني. لكن سبحان الله يا سيدي، الشخص اللي كان اسمه بس بيرعب اي حد بيسمعه كان بيخاف من اي صوت عسكري وهو في السجن. حتى بعد ما طلع من السجن كان الخوف برضه مسيطر عليه، وكان حاسس ان في واحد من الناس اللي عذبهم هيخلص عليه، ولذلك كان بيخاف انه يمشي في الشارع لوحده. وفي سنة 1971 يا سيدي، وكان في اول يوم عيد الفطر، حمزة البسيوني هو واخوه كانوا مسافرين الاسكندرية،
لكن خبط او دخل في عربيه كانت محمله حديد. الحديد ده يا سيدي دخل في حمزه البسيوني، فصل كتفه عن جسمه ورقبته اتجرحت في خبر كان، لدرجه ان وكيل النيابه نفسه اغمى عليه من المنظر. وسبحان الله يا سيدي، موته كان في اول عيد بالنسبه للمعتقلين بعد خروجهم من المعتقل، بعد صدور قرار من السادات بخروج كل المعتقلين. ومات يا سيدي حمزه البسيوني وهجاب ربنا وهو معاه ظلم وضرب وتعذيب وتحدي لله. لكن السؤال يا سيدي، كل البلاوي اللي عملها حمزه البسيوني ومن التعذيب اللي عمله في السجن الحربي، هل عبد الناصر ما كانش بيعرف بالقصه دي او ما كانش بيسمع عنها او كانت بتتم من ورا ظهره؟ ولو كانت اجابتك يا سيدي ان هو ما كانش بيعرف، يبقى انا عايزك في الكومنتات انا عايز حضرتك تقنعني ازاي